السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اتكلمنا آخر مرة عن الضغط وقلنا ايه اللي بيحصل وازاي بيعلى الضغط. طيب تعالوا بقى النهارده نتكلم عن ايه اللي بنهتم بيه في الأكل بالنسبة لمرضى الضغط. أول حاجة إن أنا مش عاوز الصوديوم بتاعي يكون عالي في الأكل. هو ايه الصوديوم ده أصلا وبيكون موجود فين؟ بالراحة. كلنا عارفين إن ملح الطعام او الملح عامه يعني بيعلي الضغط، صح؟ كلنا عندنا المعلومه دي. ليه؟ لان هو اصلا بيكون فيه تقريبا 50% منه صوديوم. هو عباره عن صوديوم وكلور. فانا عشان في صوديوم عالي فهو بيعلي الضغط. طب ما انت كنت قلت لنا ملح وخلاص بدل ما تقول لي صوديوم. لا، انا قاصد اقول لك الصوديوم عشان خاطر هو موجود في حاجات تانية. فانت لما تمسك اي حاجه وتشوف مكوناتها ايه وهي اللي موجود فيها ايه وتلاقي الصوديوم فيها عالي، اعرف ان دي على طول هتعلي الضغط. زي ايه بقى؟ اي حاجه معلبه او اي حاجه محفوظه فهي بيكون الصوديوم فيها عالي، بالتالي هي هتعلي الضغط. عصاير بقى، اي معلبات، تونه بيكون فيها صوديوم عالي. المياه الغازيه طبعا كلها بيكون فيها الصوديوم عالي. يبقى انا اول حاجه باخد بالي منها ان انا معليش الصوديوم، لان هو بيسحب ميه في المكان اللي بيكون موجود فيه وبيشد معاه ميه، فهو بيكون موجود فين؟ بيكون موجود في الدم. فلما يسحب معاه ميه هيزود الفوليوم او هيزود حجم الدم، بالتالي هيعلي الضغط. وطبعا اكتر حاجه موجود فيها الصوديوم موجود في الفاست فود، اللي هو الاكلات السريعه اللي كنا بناكلها دي، بيكون عالي قوي فيها. يعني اتعملت دراسه كده ان بالنسبه الصوديوم بالنسبه للبوتاسيوم بتكون تقريبا 6-1 لصالح الصوديوم. طب اشمعنى البوتاسيوم اللي انا اتكلمت عليه؟ لان هي دي تاني حاجه احنا بناخد بالنا منها في الاكل بتاع مرضى الضغط. ليه؟ لان البوتاسيوم هو اللي هيساعد الجسم في ان هو يخرج الصوديوم من انابيب الكلى ويطلعه بره الجسم. البوتاسيوم ده هنلاقيه موجود فين؟ لو هنتكلم مثلا في الخضار فاحنا هنلاقيه موجود في البطاطا والبطاطس، البروكلي، السبانخ، الجرجير، الطماطم. عندي برضو فيها بيكون البوتاسيوم عالي. هو في سمعه كده طالعه على الطماطم، ما اعرفش تقريبا الخيار اللي مطلعها ان الطماطم فيها الملح، الطماطم املاح يعني، او الاملاح بتاعتها عاليه. بالعكس خالص، الطماطم فيها كميه بوتاسيوم تغطي اي نسبه املاح فيها. بالنسبه للفواكه مثلا هنلاقي الموز والكيوي والمشمش والكنتالوب والعنب والشمام، كل دول بيكون فيهم البوتاسيوم عالي. طبعا بقى من اهم الحاجات اللي احنا لازم نظبطها الوزن بتاعه، ولازم نحاول ان الوزن وان هو يوصل للوزن الطبيعي بتاعه عن طريق الرياضه والاكل. مش بس الاكل، الرياضه، اي رياضه، اعمل اي رياضه. مش بقول لك انزل جيم ولا بقول لك روح اشترك في نادي، اي رياضه ان شاء الله لو هتمشي نص ساعه في اليوم. اي نشاط رياضي لازم تعمله في خلال اليوم. وما تقوليش ما عنديش وقت، لان انت معاك وقت، عندك وقت. انت لو حسبت انت بتقعد ماسك التليفون قد ايه في اليوم هتلاقي عندك وقت ان انت تعمل اي نشاط رياضي. منظمه الصحه العالميه عملت نظام لمرضى الضغط اسمه داش دايت. كويس. النظام ده بيكون ازاي؟ هي قسمت الاكل بتاع مرضى الضغط على هيئه هرم او على هيئه مثلث. وطبعا قاعده الهرم او قاعده المثلث بتكون هي اكبر حاجه او اكبر مساحه في المثلث، اللي هي بتكون هتتكون من ايه؟ هتتكون من خضار والفاكهه. بصوا معايا كده في الشكل ده. بناخد خلال اليوم 8 حصص خضار وفاكهه. الحصه دي هي عباره عن طبق صغير 100 او 150 جرام، والفاكهه لو ثمره 100 جرام او 120 جرام بنعتبرها حصه. كوب العصير بيعتبر برضو حصه، وطبعا بيكون من غير سكر. بعد كده هنلاقي الحبوب الكامله، ممكن ندخل معاها البقوليات، حوالي برضو 8 حصص. الدرجه اللي بعدها هنلاقيها مقسومه بين 2، منتجات الالبان وبتكون دهون قليله عشان الدهون المشبعه هتعلي لي الضغط، وبين البروتين الحيواني واللي بيكون برضو من غير اي دهون. منتجات الالبان حصتين او 3 بالكتير، البروتين بيكون حصه او حصتين في اليوم. الدرجه اللي بعد كده برضو هنلاقيها مقسومه بين 2، الزيوت، وطبعا هنا بنتكلم على الزيوت الصحيه زي زيت الزيتون والزيت الحار. والزيت الحار ده طبعا اللي هو زيت بذر الكتان. بناخد معلقتين بالكتير خلال اليوم. اي زيوت تانية اللي هي الزيوت المهدرجه ملناش دعوه بيها عشان دي اصلا مش صحيه. معانا كمان المكسرات، بتكون حصه واحده بس في خلال اليوم وما بتكونش مملحه، ويفضل كمان ان هي ما تكونش متحمصه عشان خاطر الزيوت. اخر حاجه في المثلث هي بتكون طبعا اقل حاجه وهي الحلويات، بتكون حوالي 5 حصص في الاسبوع مش في اليوم. ولما بنتكلم عن الحلويات
بنكون قصدنا مثلا زبادي فواكه، دارك تشوكلت، لكن مش قصدنا طبعا الجاتوهات بقى والشوكولاتات التانية والحاجات دي. والشوكلت اللي هي الدارك بتكون 70% على الاقل دارك. لو احنا مشينا على النظام ده هنكون حققنا نسبة البروتين والكارب والفات اللي انت محتاجها كحد عنده ضغط، وكمان تكون واخد بالك من الحاجات اللي قلنا هي عالية في الايه، في البوتاسيوم. ان شاء الله المرة الجاية هنقول على شوية نصايح كده لمرضى الضغط، يا رب تكونوا استفدتوا.